الغيلان كانت لا تعرف الرحمة، مستعدون لقتلك حتى وإن اضطروا لمص دماغك. والانمي اللي معانا النهارده هياخدنا الرحله مثيره، كل جزء من اجزاء مشوق اكتر من اللي قبله، فيا ترى ايه اللي هيحصل والحلقات مخبيه لنا ايه؟ ده اللي نعرفه النهارده في الجزء الاول من مسلسلنا الجامد. يلا بينا. بتبدا الاحداث مع سالي اللي كانت اميره لكنها دلوقتي في رحله بحث عن شخص مهم جدا بالنسبه لها، وفي رحلتها بتتقابل مع ارنبه بتتكلم، بنعرف ان اسمها فراو، زي ما بنعرف برضه انها نصف بشريه، ودي سلسله سالي ما كانتش تعرف عنها اي حاجه قبل كده. عرفنا ان سالي بتدور على واحد اسمه ميكوتو، وده شاب مشهور بشجاعته الكبيره وبقدرته على القتال ضد الغيلان اللي بتهاجم المدن في الفتره الاخيره. هو ان اهل القريه اللي هي فيها حاليا بيخافوا جدا من انصاف البشر، ودي حاجه خلت مشاعر سالي متداخله جدا، وخصوصا ان فراو كانت لطيفه جدا معاها. وبعد شويه من وجود سالي في القريه بتحس انها غير مرحب بيها، لحد ما واحد من اغنياء القريه قرر يصادفها هي وفراو، اللي لاحظنا ان سالي خلتها تتنكر علشان ما حدش يخاف منها. وفي قصر الراجل الغني سالي كانت قاعده بتاكل، واثناء الاكل دار بينها وبينه حوار، سالته عن السبب اللي يخليهم يخافوا من اصناف البشر، وساعتها الراجل فضل يقول لها قصص مرعبه عنهم وقد ايه هم يعتبروا العدو الاول للبشر كلهم. وبعدها بتكلم عن فارس زار القريه قبل كده، وكان شجاع جدا لدرجه انه قدر يقضي على كل الوحوش اللي هجموا على القريه. وساعتها سالي فرحت جدا واتاكدت ان فارس ده هو ميكوتو. والتاني يوم سالي صحت من النوم على صوت اهل القريه وهم مفزوعين، وده بسبب هجوم وحش على القريه. لكن هنا بيحصل موقف غريب جدا، لما فراو بمنتهى الشجاعه بتهجم على الوحش ده وبتقدر تهزمه. ورغم ان الراجل الغني طلب وقتها من سالي تاخد فراو ويمشوا من القريه، لكن فراو اتصرفت بمنتهى الرقي وشكرت الراجل على كرمه وقررت تمشي. لكن قبل ما يخرجوا من القريه بيوصل فارس اسمه جراتو، بنعرف انه قائد الفرسان الملكيين، ومن غير كلام كتير بيقبض على سالي وفراو علشان يحقق معاهم. وفي السجن جراتو اتعامل معاهم بشكل كويس جدا، ولما عرف انهم ما كانوش يقصدوا اي شر لاهل القريه قرر يفرج عنهم. لكن كل اللي كان مستغربه هو ازاي نصف بشريه كانت بتدافع عن بشريه. وبعد ما خرجوا من المكان اللي كانوا محبوسين في اتجهوا للسوق، وهناك لاحظنا قد ايه فراو كانت منجذبه جدا للجزر، خصوصا لانها كانت بتحب نفس الاكل اللي الارانب بتحبه. وفجاه من غير مقدمات سالي سمعت صوت مخيف جاي من مكان مش من بعيد عنها، وده لان واحد من اشرس الغيلان كان بيستعد علشان يهجم. ورغم ان الغول كان شرس جدا وخوف كل الحراس المسلحين اللي موجودين، لكن سالي فجاه حست باحساس غريب عليها وجسمها حرارته عليت وعينيها بقى فيها ضوء غريب، وكان جواها حاجه بتشجعها علشان تقاتل الغول ده. وبمجرد ما قربت منه فراو قررت تساعدها، لكن في تصرف بان غريب للكل. سالي طلبت من فراو تبعد، وبرغم شراسه الغول لكنها قدرت بضربه واحده تقطع ايديه. وفي اللحظه اللي الغول حاول فيها يرد على سالي بضربه قويه، سالي قدرت انها تصد الضربه بمنتهى السهوله، ودي حاجه خلت الغول مستغرب جدا، وعلشان كده بلاش يكون سالي نصف بشريه او وحش متحول. وفي نفس الوقت اللي المعركه كانت دايره فيه بين سالي والغول، بننتقل بالاحداث علشان نشوف معركه شرسه دايره بين ميكوتو وغول تاني. وفي نفس اللحظه سالي وميكوتو بيقدروا ينهوا المعارك بانهم بيهزموا الغيلان. لكن انا بنلاحظ ان كل اللي بيتفرجوا على معركه سالي كانوا مستغربين جدا. اما عم ميكوتو فبعد ما قدر يهزم الغول اللي كان بيقتلها رفض انه يقتلها واخد القرن بتاعها، وده لان مصدر قوه اي غول بتتمثل في قرنه. بنرجع مره تانية علشان نشوف سالي اللي صحت من النوم تاني يوم علشان تتفاجئ بوجود فراو جنب سريرها. وبعد ما فراو اتكلمت معاها شويه سالي قالت لها ان ذاكرتها مشوشه جدا، ورغم انها كانت فاكره المعركه اللي دارت بينها وبين الغول لكن الذكريات ما كانتش واضحه بشكل كامل. سالي بعدها اتفاجئت انها رجعت للسجن تاني، وجرات ولا انه واثق فيها هي وفراو، لكن القانون لازم يتطبق، وكمان بلغهم انه محتاجهم في حاجات كتير، وخصوصا بعد القوه الغريبه اللي سالي ظهرت بيها في معركتها ضد الغول. وبعد شويه طلب من سالي وفراو انهم يخرجوا معاه من الزنزانه لانه عاوز يوريهم حاجه ضروريه. وساعتها بنتفاجئ بالغوله اللي ميكوتو قدر يهزمها، ورغم ان شكلها كان بشري وسالي اعتقدت انها بشريه، لكن جراتو اكد لها انها غوله بس فقدت قوتها بسبب فقدانها لقرنها، وعرفها انه محتاج ضروري يعرف مين اللي عنده القوه لهزيمه غول. وعلشان كده جراتو طلب من سالي وفراو يحاولوا يعرفوا اكبر قدر من المعلومات، وده من خلال كلامه مع الغوله. وبعد ما سالي دخلت زنزانه الغوله كانت مستغربه جدا من كل حاجه، وفجاه الغوله فاقت من نومها، وبمجرد ما شافت سالي وفراو حاولت تهاجمهم، لكنها اتفاجئت بانها فقدت كل قوتها بعد معركتها ضد ميكوتو. وعلشان كده اختارت انها تهدى وتبدا تتكلم مع سالي وفراو وتعرفهم كل اللي حصل. وبمجرد ما سالي سمعت اسم ميكوتو فرحت جدا لانها اصلا طول الوقت كانت بتدور عليه. وبعد ما عرفت انه كان في معركه ضد الغوله دي اتاكدت انها هتشوفه قريب. ورغم ان سالي وفراو اتعاملوا بشكل لطيف جدا مع الغوله، لكنهم لحظه قد ايه هي زعلانه جدا ومتاثره لانها فقدت كل قوتها، ومع شكلها بشري بقى زيها زي البشر، ودول يفترض انهم طائفه اضعف منها بكتير. لكن سالي اختارت اختيار مجنون جدا، وهو انها تعمل اتحاد بين 3 طوائف مختلفه، وعلشان كده قررت تهرب من السجن هي وفراو والغوله علشان الاعداء يتحدوا لاول مره ونشوف بشريه مع غوله ونصف
البشريه في نفس الفريق، وفعلا قدروا يكسروا جدار السجن وبداوا يجروا هما الثلاثه باقصى سرعتهم. ورغم ان جراته حاول يوقفهم هو وفرسانه لكنهم كانوا اسرع منه بكتير وفعلا نجحوا في الهروب. وفي طريق الهروب الغوله اللي عرفنا ان اسمها كاروت بدات تتكلم مع سالي وفرو عن طائفه البشر، وقالت لهم انها لما كانت غوله كانت بتعتقد ان البشر دول مجرد حشرات، لكنها لما قربت منهم حست انهم مخلوقات تستحق الاحترام، وده لانهم اكتر مخلوقات عندهم مشاعر حقيقيه. وطبعا سالي لما سمعت الكلام ده كانت مبسوطه جدا وحست ان الفتره القليله اللي قضيتها مع كاروت كانت كافله بانها تكون فكره كويسه عن البشر. وبعد شويه وصلوا لحلبة قتال ولاحظنا ان فرو طول الوقت متنكره، وده لان طائفه اشباه البشر كانت اكتر حاجه مخيفه للكل. وبعد ما قربوا اكتر من حلبة القتال سالي طلبت منهم يتحركوا بسرعه، وده لان الحراس اللي موجودين في المكان بداوا يشكوا فيهم. وبعد شويه سالي اتفاجئت بواحد واقف ومديها ظهره، لكنها بمجرد ما شافته وقبل حتى ما تشوف وشه اتاكدت انه ميكوتو، وعلشان كده زادت عليه. وقتها ميكوتو نفسه اتفاجئ ورحب بيها وقعدوا مع بعض شويه علشان يتكلموا. سالي بتعرف ان ميكوتو مشترك في القتال اللي مكافئته 300 قطعه ذهبيه، ورغم ان سالي فضلت تقول له ان المكسب حاجه مضمونه بالنسبه له بسبب قوته الهائله، لكن ميكوتو اكد لها ان المسابقه دي بتجمع اقوى الغيلان واقوى البشر واقوى انصاف البشر، والفوز بالمسابقه حاجه صعبه جدا. وفعلا بنتاكد من اهميه المسابقه دي لما بنشوف اجتماع من قائد عشيره الغيلان بيتكلم معاهم عن اهميه اتحاد العشيره وانهم لازم يفضلوا دايما الاقوى، وده لانهم عندهم مميزات تخليهم افضل من البشر وانصاف البشر. بس وعلى الرغم من انه معظم الغيلان كانوا مؤيدين كلامه، لكن فجاه بيظهر غول صغير بنعرف ان اسمه تودو، ورغم من صغر سنه لكنه كان يمتلك من الجرأه اللي يخليه يختلف عن قائد العشيره قدام الكل. وفجاه واحد من قاده الغيلان بنعرف ان اسمه سوموراجي بيتكلم معاهم وبيقول لهم ان في بشري قوي جدا او يمكن يكون غول بدا يهدد قوتهم وسيطرتهم على كل العشائر، وده لانه قدر يهزم اي غول دخل معاه في قتال. وعلشان كده تودو قرر يتحرك ويدور على البشري ده وياخد منه بطار كل الغيلان اللي اتهزمت. وفي نفس الوقت ده بنشوف طفله صغيره اسمها جوسيلينو وبنعرف انها بتدور على سوموراجي، وفي الطريق اتقابلت مع جراته، ورغم انه ما كانش سمع اسم سوموراجي قبل كده لكنه وعد جوسيلينو انه يساعدها. وفجاه بيظهر سوموراجي علشان يتفاجئ ان ده كان فخ وان جوسيلينو واحد من الغيلان لكنها متنكره، وبنعرف ان الغرض من الفخ ده كان الوصول لجراته بصفته قائد فرسان الملكيين، وعلشان عشيره الغيلان تقدر تسيطر على المملكه استهدفوا قتله. وبعد مرور شويه وقت جوسيلينو وسوموراجي دخلوا حلبة القتال، وده علشان يقدروا يوصلوا للبشر اللي بيقدر يهزم الغيلان. لكن قبل ما سوموراجي يقدر يعمل اي حاجه اتفاجئ بصوت حد بينادي عليه وجاي ناحيته باقصى سرعته، وده لان ميكيتو لاحظ وجوده وعلشان كده حط ايده على سيفه وانطلق ناحيه سوموراجي علشان يخلص عليه. ورغم ان الموقف يخوف لكن سوموراجي اتعامل معاه بهدوء شديد. وفي اللحظه دي سالي حست ان مشاعرها متداخله جدا، لانها من ناحيه كانت واثقه في ميكوتو لكنها في نفس الوقت ما كانتش قادره تعرف ان لو سوموراجي شخص فعلا يستحق القتل ولا لا. وبنعرف يا صديقي ان العلاقه بين ميكيتو وسالي قديمه جدا، وده لانه في يوم من الايام انقذها بعد ما قررت تهرب من القصر، وفي الوقت اللي الحراس كانوا بيطاردوها ظهر ميكوتو اللي قرر يتدخل بكل شجاعه وانقذها من الموقف الصعب ده. ولما الحراس وصلوا عنده سالوه لو كان شاف سالي، قال لهم انه شافها فعلا لكنه دلهم على طريق مختلف، وفعلا وقتها الحراس اتجهوا للطريق الغلط، وبالشكل ده ميكوتو قدر يحمي سالي اللي فرحت جدا بموقفه، ومن ساعتها هم اصدقاء. وبعد ما ميكوتو عرف حكايتها سالي صممت انه يرجع معاها القلعه علشان يحميها. ولاحظنا وقتها ان عشيره الغيلان مراقبين كل حاجه ومتضايقين جدا من العلاقه دي، ورغم ان سالي كانت شايفه ميكوتو مجرد شاب هزيل وجسمه نحيف لكنها كانت معجبه جدا بموقفه معاها، وعلشان كده عرضت علينا تكمل معاه رحلته. بس فجاه نبره ميكوتو بقت حاده جدا وقال لها ان رحلته خطيره فوق ما هي تتخيل وغالبا لو كملتها معاها تموت. وقتها سالي اتفاجئت واستغربت جدا لكنها قالت له انها متشجعه تكمل معاه. وفي الوقت اللي قرروا يهربوا فيه من القصر الملك اتفاجئ بالزياره من قائد جيش الغيلان اللي دخل القصر من غير مقدمه قلع القبعه بتاعته علشان الملك اتفاجئ انه غول. ورغم ان الملك استغرب جدا من شجاعه قائد الغيلان لانه جاله لحد قصره، لكن قائد الغيلان قال له انه مش جاي علشان يتكلم معاه لكنه جاي يعقد معاه صفقه. ولما الملك سأله عن تفاصيل الصفقه وقتها قائد الغيلان بلغه بانه مش هيقتل كل سكان المملكه، بس ده في مقابل انه لازم كل شهر 30 شخص من السكان يضحوا بنفسهم. الكلام طبعا ما عجبش الحراس الملكيين وعلشان كده كل واحد منهم قرر يقتل قائد الغيلان. لكن في مشهد فزع الكل، قدر قائد الغيلان انه يخلع رقبه الحارس من مكانها في غمضه عين، وبعدها مشي من مكانه وهو بيقرر تفاصيل الصفقه للملك بنبره مرعبه. بس بعد ما خرج من القاعه لمح ميكوتو سالي وهما بيهربوا، وبمجرد ما شاف ميكوتو حس بالخطر وقال انه لازم يخلص عليه في اسرع وقت. لكن اللي قائد الغيلان ما كانش يعرفه هو ان في اللحظه اللي شاف فيها ميكوتو وقتها ميكوتو هو كمان كان شافه واستعد للقتال. وبعد ما قائد الغيلان بيخرج بنلاحظ ان اقوى المقاتلين من عشيره الغيلان مستنيينه، لكنهم بيتفاجئوا بميكوتو واقف بكل شجاعه وعينيه كلها تحدي ليهم. وقتها اشخص
قاتلين عشيرة الغيلان بيقرروا انهم يقتلوا ميكوتو، وبيعتقد ان الموضوع سهل جدا، لكن ميكوتو بيضرب ضربة واحدة يقطع ايده وبعدها بيخلص عليه. ومش بيكتفي بده، لكنه بيقرر يعاقب عشيرة الغيلان كلها لانهم فكروا يهجموا على قرية بريئة، وعلشان كده بيدعى عليهم وسط ذهول سالي وكل اللي شايفين المشهد. وفي اللحظة دي سالي حست انها فعلا محتاجة تكمل الرحلة مع ميكوتو، لكن ابوها كان ضد ده تماما. ورغم ان سالي رجعت القصر مرة تانية، لكن شجاعة ميكوتو ما كانتش بتفارق خيالها ابدا. وبعد ما عدى شهر كامل على الحادثة دي، سالي اتكلمت مع ابوها وقالت له انها شايفة نفسها ما تستحقش لقب الاميرة غير لو دافعت عن المملكة بكل شجاعة زي ميكوتو. وعلشان كده قصت شعرها بالسيف وقررت تبدا رحلة البحث عنه، وابوها المرة دي وافق. سالي كملت الطريق مع كاروتو وفراو وجراته اللي انضم لهم لحد ما وصلوا قريب من قرية، وهناك عرفوا ان القرية دي فيها مخاوف كتير انتشرت الفترة اللي فاتت، وده بسبب وجود مصاصين دماء فيها. ورغم ان مفيش حد شاف اي مصاص دماء، لكنهم لقوا الجثث كلها جافة وفيها حاجة مشتركة، هي وجود ثقبين عند الرقبة. وعلى الرغم من ان دي كانت حاجة مرعبة، لكن سالي قررت تكمل في طريقها، وفعلا دخلوا القرية. ولاحظنا قد ايه السكان كانوا قلقانين بالذات من كاروت اللي كان واضح جدا انها غولة، ده غير ان الاهالي كمان كانوا قلقانين جدا من فراو. وفي الوقت اللي سالي وجراته دخلوا في الفندق، فراو وكاروت كانوا قاعدين مع بعض بيتكلموا عن البشر وقد ايه كل واحد منهم ما بتحبش تتعامل معاهم. لكن كاروت كانت مستغربة جدا ازاي فراو دايما بتدافع عن سالي، وساعتها فراو عرفت ان سالي فعلا مختلفة جدا عن باقي البشر. لكننا لاحظنا قد ايه الكلام ده خلى كاروت تغير جدا من سالي، لدرجة انها بدأت تدور على مصاص دماء اللي كان واحد من عشيرة الغيلان السامة بنعرف ان اسمه كيو. وفعلا كاروت بتقدر تقابله، ومن غير مقدمات كتير بتقول له انها عاوزاه في مهمة قتل. وقتها كيو بيطلب منها ما تقلقش، وبيوعدها انه يقتل كل سكان القرية اساسا. لكن كيو بتقول له انا هنا علشان اطلب منك تقتل حد معين، وبتعرف انها عاوزة تخلص من سالي في اقرب وقت. لكن فجأة فراو بتوصل المكان، وقتها طبعا كاروت بتعرف انها فرصة حقيقية لان فراو سمعت كل كلمة. ولما بتسأل فراو عن الطريقة اللي قدرت توصل لها بيها، وقتها بتعرف انها تتبعت اثر اقدامها. وبمجرد ظهور فراو بنلاحظ قد ايه كيو متضايق جدا، وعلشان كده بيقرر يقتلها. ورغم ان فراو كانت في منتهى القوة، لكن كيو في النهاية قدر يضربها ضربة كانت قوية جدا لدرجة انها فصلت النصف العلوي لجسمها وخلصت عليها. بس فجأة سالي وصلت المكان ولون عينيها كان غريب، وبدأت تقرب من كيو كأنها بتتحداه ومش خايفة منه. ورغم ان كيو فضل يستهزأ بيها، لكن سالي قالت له ان جسمها ضد كل ضربات الغيلان. وعلشان كده كيو قرر يهاجمها بشكل مختلف، وحوطها بخيوط من الدم خلتها مش قادرة تتحرك. ورغم انها اتخلصت من معظم الخيوط، لكن الموضوع برضو كان صعب جدا. اما عن فراو جسمها رجع اقوى من الاول، وعلشان كده اتجهت بكل قوتها ناحية كيو، واستخدمت ايديها وكأنها نصف السيف، وقدرت تطعن بيها كيو طعنة واحدة كانت كافية لبنهاء حياته. وفي الوقت اللي كيو كان بيحتضر فيه، فضل يفتكر كل ذكرياته لما عاش صوت البشر وكأنه بشري زيهم، واندمج معاهم لدرجة انه وقع في حب بشرية. لكنه في يوم من الايام ما قدرش يتخلى عن غريزته وعضها عضة قتلتها. ومن اليوم ده هو واخد عادة على نفسه ما يخليش اي حد من البشر يعيش. فراو صحيت من النوم علشان تتفاجئ بالمساعدة بتاعتها من العالم التاني موجودة جنبها. بنعرف ان المساعدة دي كانت السبب في رجوعها. وبعد ما اتكلموا شوية، فراو فرحت جدا لما عرفت قد ايه كاروت وسالي قلوا عليها جدا بعد المعركة. وعلى الرغم من ان فراو كانت فرحانة جدا بالقوة اللي بقت بتمتلكها، لكن المساعدة بتاعتها قالت لها ان القوة دي هتكون خطر عليها مع الوقت، وعلشان كده سحبتها منها. وفي الوقت ده كاروت وسالي كانوا في السوق علشان يشتروا جزر لفراو. وبعد ما اتمشوا في السوق شوية، اتفاجئوا بواحد من البياعين بيسألوا عن فراو، وبيقول لهم انه كان بيشوفها معاهم دايما، لكنه اتكلم عن انصاف البشر بشكل مش كويس. وعلشان كده سالي ما قدرتش تتمالك اعصابها، وضربته ضربة واحدة كانت كافية توقع على الارض. وفجأة عينيها بدأت تتغير بالضبط زي ما بيحصل وهي بتهاجم الغيلان، وعلشان كده البياع خاف منها. وبعد ما كاروت وسالي رجعوا لفراو بالجزر، بدأت تاكل وكانت مبسوطة من اهتمامهم بيها جدا. وفي نفس الوقت ده ميكوتو كان مع الكلب بتاعه ماشيين جوه غابة مظلمة، وفجأة ظهرت له طفلة صغيرة لابسة لبس الراهبات. ورغم انها كانت نسخة الطبق الاصلي من جوسيلينو، لكنها قالت له ان اسمها ميليا. طبعا ميكيتو استغرب جدا ازاي راهبة في السن ده تكون جوه غابة وسط الجبال، وعلشان كده سأل عن سبب وجودها في المكان ده، لكن قالت له ان عندها فقدان في الذاكرة، وانها فعلا مش فاكرة اي حاجة من تفاصيل حياتها. وبعد ما نامت ميكوتو اتأكد انها غولة، وعلشان كده قرر يقتلها، لكن الكلب بتاعه منعه من ده. وتاني يوم ميلا صحت على صوت مفزع، لكنها هدت شوية لما اكتشفت ان الصوت ده هو صوت ضرب سيف ميكوتو لواحد من الوحوش اللي حاولت تهاجمهم. وفجأة بيوصل المكان غول وبيبدأ يهاجم ميليا. ووقتها ميكوتو بيعرف ان ميليا مجرد راهبة فاقدة للذاكرة، وعلشان كده المفروض يتعامل معاها بشكل لطيف. لكن الغول قال له انه مكلف من قيادة عشيرة الغيلان بقتلها، ودلال انها خانت العشيرة كلها وقررت تنضم للبشر. ورغم ان ميليا اعتقدت بان ميكيتو هيدافع عنها، لكن بمجرد ما الغول خرج سيفه وقرب منها علشان يقتلها، ميكوتو تراجع وقال لهم انه ما عندوش اي مشكلة في موت حد منهم لانهم اصلا اعدائه.
وفي اللحظة دي ليليا قررت تخلع القرن اللي بيديها بكل قوتها كغولة، ورغم انها نزفت كتير جدا وقعت على الارض، لكن ميكوتو بضربة فضل في مكانه. وفجأة سالي بتصحى من النوم مفزوعة علشان نعرف ان المشهد اللي فات ده كان مجرد حلم مش اكتر، واول حاجة بيشوفها في اوضتها هي ميكوتو نفسه، ودي حاجة بتخليها فرحانة جدا، وعلشان كده بتفضل تشكره على كل مرة انقذها فيها. لكن اللي كان قلق ميكوتو في الوقت ده هو خطة الغيلان للسيطرة على المملكة، لانهم رغم هزيمتهم كانوا بيستعدوا بشكل مخيف علشان يقتلوا اي حد يقف في طريقهم بدون رحمة. فيا ترى ميكوتو وسالا يقدروا يمنعوا ده ولا لا؟ ده اللي نعرفه يا صديقي قريب جدا في الجزء الثاني، ولو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت اتاكد ان فايتك كتير. نشوفكم قريب، دمتم سالمين، سلام.